السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا بينا نعمل غدا النهاردة، غدا خفيف وظريف وحلو. واحنا عملنا طبعا الوصفة دي قبل كده معاكم كتير، وهعملها تاني النهاردة. معايا بصلة صغيرة، ممكن تستغني عنها بس انا بفضل احط بصل. ومعايا دلوقتي ايه ده؟ مصري، ده اسمه كرات مصري. كرات هو كده اسمه كده، ده مصري بتاع الطعمية. طبعا عرفت ان انا النهاردة غدايا هيبقى طعمية. عندي شوية فول، حوالي ربع كيلو فول نقعته. اول ما صحيت كده نقعته وسبته. احنا دلوقتي الظهر، قلت يلا اما اجيبه هو كمان اتنقع وبقى طري قوي عشان يبقى سهل وانا بفرمه. قطعت الخضره كلها كده واحطها على الفول، وهجيب كوبايه من الميه واحطها في الخلاط، واحط طبعا معلقه توم. الكرات المصري ده هو ده اساس الطعميه، ومعاه التوم. هنخلطهم كلهم على بعض وهننزل في الخلاط زي ما انا قلت لكم بكوبايه من الميه، علشان ايه؟ يتعمل. وعلى فكره بقى خلاط الطعميه احلى من الكبه بكتير. كوباية المية دي هتفضل معاكي، نصفيها ومش هتأثر خالص على الفول خالص. هنضربهم مع بعضيهم ونصفيهم، والمية اللي هتتصفى هناخدها نحطها. انا ربع الكيلو فول ده قعد مع يعني عملته 3 مرات في الخلاط. يعني هي ممكن تكون بتاخد منك وقت شوية، بس بتطلع نتيجة ممتازة. في مصفى ضيقة اوي كده، يا دوبك بتنزل المية بس، وزي ما انتوا شايفين بخبطها كده كذا خبطة، بتروح منزلة جميع المية والسوائل اللي فيها. ولو في سوائل فاضلة هقول لكم احنا هنعمل ايه لما نيجي نحمرها. كمان مرة كده بنزله، والمية دي هتنزل نحطها تاني. دلوقتي الحاجة تتعمل في البيت أحسن ما تجيبوها من بره. الأسعار غليت جدا جدا، 10 جنيه طعمية ما عادوش بيأكلوا حد. ما تقوليش الفول غلا، هو غلا بس ما بنعمله في البيت بيبقى حلو أوي برضه. ولو انت عاملة على الزيت، هاتي حلة تكون القطر بتاعها ضيق، وحطي كمية الزيت هتعلى معاكي وهتعمل الطعمية. ما تحطهاش في حاجة واسعة، هيتفرد ومش هتبان فيه. ادي المية اللي فضلت اللي طلعت من الفول، هنعمل بقى اخر حاجة كمان، ويبقى كده معانا ايه؟ اجمل واحلى طعمية نظيفة وحلوة وانت عاملاها في البيت. دي الكمية اللي طلعت معايا، حلوة، كمية حلوة هتقعد معايا طول الاسبوع ان شاء الله. عايزة تحطها في كيس وتحطها في الفريزر حطيها، بس انا هستخدمها ان شاء الله كل يوم، فحطيتها ايه؟ تحت الفريزر، في الرف اللي تحت الفريزر. بالمضرب السلك كده دخلي فيها هوا، فوليوم اللي بيخليها تنفخ معاكي، مش الكربونات ولا اي حاجة اللي بيخليها تنفخ. انا بشوف بتاع الطعميه شغل المكنه رايح جاي عليها، زي لو عندك مضرب كهرباء، هتعملها معاكي زي الفوليوم كده، وتبقى ايه؟ هشه وجميله. فانا عملتها بالمضرب السلك، وهعني الكميه اللي انا بقى مش هستخدمها، وهاخد على قد استخدامي. شايفين جميله ازاي؟ اهم حاجه الخضره ما تكونش تقيله وكتيره، علشان ما تخليهاش تسود وانتي بتخمريها. تعالوا بقى الشوية اللي فاضلين دول، ده نص سندوتش ايه؟ العيش الفينو اللي احنا بنجيبه، هشيل وشه وهجيبه. ممكن تحط عيش عادي من بتاع التموين، بس دي بتبقى اخفة. ولو في اي سوائل في قلب العجينة، العيش ده هيشربها وهيزود معاكي العجينة ومش هيبان. وخدي بالك العيش ده كمان فيه محسن خبز او فيه خميرة، فهيخلي العجينة تنفش معاكي وتبقى حلوة. واحنا ولو مش عايزة تحطي كربونات او اي حاجة من دي ما تحطيش، انا بحط الملح. وطبعا الكزبرة يا تحطها ناشفة يا تحطها مطحون عادي. كزبرة ناشفة، تحط نص معلقة كزبرة على قد الكمية اللي عندك، ونص بقى ايه؟ معلقة شمر. ده فعلا بتديها ريحة زي ريحة بتاع الطعمية اللي انت بتمشي تشميها. دي كزبرة ناشفة مطحونة. عايزة تحطها حبيبات زي ما هي حطيها، بتبقى طعمها حلو قوي. ودي معلقة من الشمر المطحون. يلا بايدك بقى النبي عربي، وبايدك بقى دخلي هوا كده، وخليها فوليوم كده وشكلها حلو ومنفوخه. الواحده اول ما تتحط في الزيت هتنفش لوحدها.
حتى من غير ما تحط فيها كربوناتو، بس الكربوناتو موجود حتة صغيرة أوي على طرف صباعك علشان ما ينفش معاكي وتروح مفكوكة في قلب الزيت. كلكم شاطرين وتقدروا تعملوا الحاجات الجميلة في بيتكم وتعملوا لولادكم، ما تستنوش بقى الجيش بيقولك اتصرف، الأيام دي صعبة أوي بصراحة، ربنا يعديها على خير. ودي كان الغدا بتاعي. شايفين الطعمية؟ شايفين جميلة ازاي؟ هي مستوية وشكلها زي الفل وبتقرقش. انا مش عارفة القرقشة، انا كتمت الصوت في القرقشة ما جاتش القرمشة بتاعتها. وعملت طبق بطاطس ومعايا بقى الخضرة والحاجات الفيتامينات بتاعتنا دي، طماطم وخس ومخلل جزر. ده اللي انا اشتريته من بره، ده ب10 جنيه 7 رغيفة بصراحة، بس ما شاء الله ده اللي انا جبته من بره يعني. كل واحد سندوتشين وكان بسم الله ما شاء الله بيشبع، والبطاطس جميلة قوي. انا عملت البطاطس وبعد كده عملت في البطاطس الطعمية في الزيت اللي فضل يعني. السندوتش كده ما شاء الله مليان كده، وانا لو جبته من بره مش هجيبه بالطعمة والحلاوة دي. اعملي لولادك وما تحرمهمش من حاجة، مش شرط كميات كبيرة، كميات صغيرة أوي تطلع زي الفل. أتمنى الفيديو ينال رضاكم، أستودعكم رعاية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.